السلام عليكم ورحمه الله البنات، كي بقيتوا؟ نتمنى يلقاكم فيديو ديال هذا النهار وانتم في احسن الاحوال. فيديو جديد، واحد الفيديو البنات غادي يعجبكم ان شاء الله، لان جمعت لكم فيه 8 ديال الوجبات صحيه للفطور. بحال هذا النوع ديال هاد الفيديوهات هادو كيعجبوني انا، لان كيساعدوك يعني تعرفي شنو ديري في الفطور ديالك. بعض المرات فاش كتكوني واحله، انا شخصيا كنحير بعض المرات كنقول باش غنفطر هذا النهار، لان كيوقع الملل في النظام ديال الصيام المتقطع. كتبقاي تقولي واش نفس الحاجه اللي فطرت بها هذا النهار غادي نفطر بها غدا. داكشي باش ضروري خاص التنويع، وخاص الحاجه اللي فطرتي بها البارح ما تفطريش بها هذا النهار، باش هكا ما كيطلع لكش هذا النظام في راسك وما كتخليش عليه. وباش تكون الاستمراريه ضروري من التنويع. داكشي باش اختي جبت لك 8 ديال الاقتراحات لفطور الصباح، اقتراحات اللي صحيين بطبيعه الحال. اول اقتراح كان هو هذا الاومليت بالخضر، او هذه المقيله ديال الخضره بالبيض، كتجي واعره. المهم البنات، انا دائما فاش كنبغي نفطر غير بالبيض هكذا بلا خبز، فاش كنبغي نحيد الخبز من الفطور ديالي، ضروري ما كندخل الخضره مع البيض. لان البنات فاش كديري البيض بوحديته راه ضروري غادي فهمتي غادي يبقى فيك الجوع، حيت غناكلو بلا خبز. داكشي باش فاش كندخل فيه داك الخضره كتكالي شويه. فاش كديري الخضره مع البيض كتشبعي. عرفتي دابا انا هاد الاومليط هادي راه غتاكليها مثلا، انا كنفطر مع 11 ونص، ما كنتغدى حتى ل 6 ونص. يعني راه واحد المده ما شاء الله. في هاد المده راه ما خاصكش يجيك الجوع، باش هكا ما تبدايش تنقبي اللي بانت لك حتى تبقاي تلوحيها في فمك. وهاد الحاجه هادي بالضبط ديال انك تبقاي تنقبي راها ممنوعه في النظام ديال الصيام المتقطع. خاصك ملي تفطري حتى تغدي وانت كتشربي غير الماء. يعني في داك الوقت ما بين الفطور والغداء خاص يكون غير الماء، تشربوه بواحد الكميه اللي كثيره، حتى لجوج لتر ونص ديال الماء اللي تشربي في هذه المده هذه، باش هكذا تكوني كديري النظام ديالك بطريقه مزيانه. بطبيعه الحال يمكن لكم تاخذوا قهوه مسوسه لعشاق القهوه، او لا اتاي مسوس اللي كيبغي اتاي، حتى هو تاخذوه يعني في داك المده ديال الصيام اللي كنكونوا صايمين ما بين الفطور والغداء. وبحال هاد اومليت هذه اللي فيها خضيره ما كتخليكش يجيك الجوع نهائيا، حتى كيجي الوقت ديال الغداء وانت كتحسي براسك شبعانه مزيان مزيان. داكشي باش انا دائما قلت لكم كندخل الخضره مع البيض. ضروري كنحاول النهار اللي غادي نفطر بالبيض كندير خضيره. المهم البنات، بالنسبه للطريقه ديال هاد الاومليط راكم شفتوها معايا موضحه في الفيديو. خديت واحد شويه ديال زيت الزيتون في واحد المقله، بطبيعه الحال خصها تكون غير لاصقه باش فاش تبغيو تقلبوا البيض ديالكم ما يلتصق لكمش. ودرت فيه نص بصله، واحد فلفله متوسطه، وشويه الملح، شويه ديال البزار، وصافي حركتهم مزيان حتى نزلوا ليا. وضفت عليهم جوج ديال البيضات اللي حركتهم مزيان مزيان. من بعد قلبتها على الجهات بجوج بهم باش تحمر ليا هاد الاومليت. وهكا وضعتها في طبق ديال التقديم اللي غادي نفطر فيه. ودرت شويه ديال المعدنوس من الفوق، ودرت البنات كويس ديال الماء. وضروري ولا بد ما ديروا حداكم واحد كويس ديال الماء باش تبغيو تفطروا، باش تفكروه. انا راني فقت في الصباح وخديت كاس ديال الماء كبيره هذا النيت، وعاد عاوتاني فاش بغيت نجلس نفطر حطيته قدامي باش كنتفكر فاش نسالي الفطور ديالي عاوتاني نشرب الماء. ودرت هاد الكاب كيك البنات راني شاركته معكم في الفيديو السابق. واحد الكاب كيك اختي غير تجربيه غادي يحمقك وغادي يعجب حتى وليداتك. واعر واعر البنات. كناخذ وحده والله البنات الا كنبغي نزيد غير كنقول صافي بارك عليا اختي نكتفي بوحده، لان ما شاء الله واحد لذة فيه خيالي يا اختي. صافي البنات، كانت هذاك هو الاقتراح الاول، ودابا غندوز نشارك معكم هذا الاقتراح الثاني. هذا البنات غير هكا الفيديو غادي نخليه وغادي نشارك معكم داكشي اللي باين لكم غير كاقتراح وصافي. المهم البنات، عندي هنايا واحد الليمونه او برتقاله، 3 ديال الحبات ديال المشماش اللي درت عليهم شويه ديال بذور الشيا. حاولوا تدخلوا بذور الشيا ديالكم البنات الا كنتو كتبغيوها في الماء. حركوا واحد المعلقه ونص ديال بذور الشيا في الماء وحطوها قدامكم وشربوها، يعني هكا قبل ما الفطور بواحد نص ساعه اولا. راه مزيانه بزاف وحتى هي كتحسسكم بالشبع لواحد المده اللي طويله. صافي درت البنات هنا كويس ديال الماء، ودرت كاس ديال الحليب، وعندي هنايا حريشات ديال البلبوله ديال الشعير اولا الحريشات ديال سميدات الشعير. عندي هنا واحد جوج صغيورين البنات، راهم ماشي كبارين، كنوريهم لكم ما شاء الله من الداخل كيفاش دايرين. عندي هنا واحد القطعه ديال الجبن المثلث، واحد شويه ديال املو، نقولوا املو ديال الزنجله. المهم كنديرو غير في الدار البنات، كناخذ الزنجله وكنطحنو. راني فايت لي شاركته معكم. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال العسل. صافي وهذا هو الفطور ديالي. بالنسبه للفطور الثالث البنات، عندي هنايا واحد بان دومي اللي دهنتها بواحد القطعه ديال الجبن المثلث، 3 ديال الحبات ديال البيض، يعني كل وحده قسمتها على جوج. وعندي واحد البرتقاله اولا ليمونه، ونص بنانه مع كويس ديال الماء. بالنسبه للبنات للبيض، يمكن لكم تاخذوا جوج 3 شحال ما كتقدوا تاخذوا نتوما ديال البيض يمكن لكم تاخذوه، لان البنات راه البيض مهم بزاف بزاف في الفطورات ديالكم. انا راه تلاحظوا معايا الفطورات ديالي كاملين مدخله فيهم البيض، حيت البيض كيحسسكم بالشبع.
كتشبعوا، ما كتبقايش اختي تقلبي في، ما كتبقايش تقلبي في الماكله نهائيا. بالنسبه للاقتراح الثالث عاوتاني عندي البنات هنايا 3 ديال القطع ديال البان دومي. المهم البنات بالنسبه لهذا الخبز هذا كنشريه غير من السوق، يعني من الاسواق الممتازه كيتباع، ماشي صوبته في الدار. زوين، هو خفيف، عرفتوا البنات خفيف بزاف، لان انا مولفه كنصوب هذاك ديال الدار كيجي شويه ثقيل. دابا شريت هذا جاني خفيف، داكشي باش لاحظت هذه الملاحظه. المهم البنات خديت هنا الطريف، 3 ديال الطريفات اللي بريسيتهم هكذا في البانيني، ودرت عليهم واحد البيضه، غير بيضه وحده قليتها في شويه ديال الزيت، ودرت هكذا قسمتها على جوج ديال الطريفات. والطريف الثالث غادي ندهنو هكذا بشويه ديال الجبن. صافي بالنسبه للديسير كي كتشوفوا معايا هنا عندي جوج ديال المندريات، واحد نص ديال خوخه نقيتها وقطعتها طريفات، ونص تفاحه. صافي كان هذا هو الديسير اللي رافقت به هذا الفطور. وهنا عندي كويس ديال الماء، ضروري غتشوفوا معايا في البلاطو ديالي كنحط كويس ديال الماء. المهم البنات غنقولها ونعاودها ونفكركم في اي فطور انني كنحط كويس الماء، وراكم كلشي كتشوفوه على عينيكم. والاقتراح ديال الفطور الخامس كان هو هذا اللي هو عندي هنا في واحد المقيله درت واحد مطيشه اللي قطعتها طريفات صغيورين، ضفت عليها شويه ديال الملحه، زيت الزيتون، شويه ديال البزار، شويه ديال السودانيه، معجون ديال الثوم انا كنديرو في الدار، شويه ديال الثومه يعني، ودرت شويه ديال القزبر مع المعدنوس خليتهم حتى نزلوا، وضفت عليهم جوج ديال البيضات. هنا البنات باش غادي ناكل هاد المقيله ضروري خاص الخبز، يعني حيت هذه ماشي شي اومليت ولا اللي غادي تكل بالفورشيط، ضروري خاص الخبز. داكشي باش درت واحد الخبيزه هنا ستيت يعني صغيره بزاف ديال الشعير. البنات راه خديت غير نص ديالها، راه والله ما كملتها كامله لان ما شاء الله الشعير كيشبع. ودرت هنا واحد كويس ديال اتاي مسوس، واخا قلت لكم انا ما عنديش بزاف مع اتاي مسوس، ولكن بعض المرات كيضرب لي في البال حتى هو كنبغي باش ندوز. درت هنا واحد الليمونه مع كويس ديال الماء. بالنسبه لليمونه درت فيها شويه ديال بودر الشيا. الفطور السادس كان هو هذا الاقتراح هذا. المهم البنات هذا الفطور هذا بالضبط كيعجبني انا، واخا انا عارفه راسي واحد النوع اللي عشاقه من لاله، يعني دغيا كنمل من الحاجه، ولكن هذا بعدا مازال ما طلعليش في راسي. قلت لكم هذه الهضره لان انا كيعجبني وكنحس براسي شويه كثر منه، داكشي باش كنخاف يطلع لي في راسي اختي وانا تيعجبني. عندي فيها البنات واحد الليمونه، درت هنا واحد الطريف ديال الكيكه صغيور. هاد الكيكه راني شاركتها معكم من قبل في القناه، ديال الكاوكاو بالدقيق ديال الكاوكاو، ماشي بالدقيق نهائيا يعني بدون جلوتين، كويس ديال الماء. وبالنسبه هنايا عندي شويه ديال الشوفان، 3 المعالق ديال الشوفان اللي طيبتهم ودرتهم هكذا في هاد زلافه كبيره، ودرت عليها شويه ديال الديسير والمكسرات وقطع صغيره ديال الشكلاط اللي كتكون نسبه ديال الكاكاو عاليه فيها، يعني 72 الفوق، 72% ديال الكاكاو الفوق كتكون احسن. ما ديروش الشوكولاته اختي الحلو. المهم البنات هذا هو الفطور ديالي. هذا الفطور البنات كيعجبني بزاف لان كنوع به، ما كنبقاش دائما البيض كتنوعي به، يعني هنا داك الفطور هذاك كان ما فيه لا بيض لا والو، وفي نفس الوقت مشبع زوين بزاف بزاف. صافي البنات هنا هذا هو الاقتراح ما قبل الاخير، يعني الاقتراح السابع. درت هنا اومليت بالفلفله، خديت جوج ديال البيضات ودرتهم على واحد نص فلفله اللي كنت مقطعها، ودرت لها شويه ديال الملح وشويه البزار في زيت الزيتون. من بعد درت عليها جوج ديال البيضات وقلبتها هكذا على الجهات بجوج باش تحمر ليا، ورافقتها مع واحد الليمونه، ودرت كويس ديال الماء. حتى هذا الفطور هذا زوين زوين. واخا البنات واخا كنقول لكم البيض كيطلع في الراس، ولكن عاوتاني راه مهم انه كيحسك بالشبع واحد المده طويله بزاف بزاف. ومهم ايضا العضله، مهم بزاف البروتين اولا البيض، مهم اي حاجه فيها البروتين العضلات ديالنا. داكشي باش خذوا البيض. السهل كيختي البيض الا قديتي تستاهل كيه، ما قديتيش ما كانش كيعجبك داك المذاق ديال البيض عوضيه بشي حاجه اخرى. المهم اللحوم بطبيعه الحال الحاجات اللي كيكون فيها البروتين. وصافي هنا البنات غادي ندوز معكم ان شاء الله الاقتراح الاخير. هذا الاقتراح هذا زوين حتى هو، يعني مخلطه فيها اختي، مخلطه دايره الديسير، دايره البيض، ودايره هنا هاد الخبيزه ديال العدس اللي شاركتها معكم في الفيديو السابق. رجعوا الا بغيتوا ديروا هاد الخبيز هذا، رجعوا الفيديو ما قبل هذا اللي غنحط لكم ان شاء الله، غادي تلقاوه غزال غزال البنات. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يبدلوا، ما كيبغيوش الخبز هكذا بالجلوتين اولا الخبز ديال الدقيق القمح الكامل ولا الشعير، الا كتبغي تبدلي شويه هذا الخبز ديال العدس الاحمر كيجي ما شاء الله واعر. البنات غير تبعوا الطريقه، راه ما كتجي فيه لا نسمه العدس لا والو. صافي درت شويه ديال الزيتون، شويه ديال الديسير اللي عندي تما واحد نص ديال الخوخه، واحد المندريه، جوج بيضات، كويس ديال الحليب، وكاس ديال الماء. بالنسبه للحليب البنات تشوفوني كنستهلكو بزاف لان كنحاول نقلل من القهوه مخلطه، لان راه زعما هي ما كتصلحش بزاف. من الاحسن ما ديروهاش، واخا لا تشهيتوها ما تحرموش راسكم، وفي نفس الوقت ما تكثروا شيء منها. داكشي باش انا كنرد غير الحليب، واخا حتى الحليب اختي ما مزيانش ما صالحش بزاف لان حتى هو كينفخ الكريشه، ولكن ضروري كتبغي شي حاجه باش تدوزي. داكشي باش كنحاول ندير الحليب غير هو مره. وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا ما بقى لي الا باش نقول لكم شكرا بزاف على المشاهده الكامله للفيديو، وشكرا بزاف 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 لانكم وصلتوا معايا حتى لهنا. نتمنى تخليوا لي لايك باش هكا تشجعوني نبقى نصور معكم دائما. خليوا لي واحد التعليق يكون زوين في حالكم، ونهاركم مبروك.